الحق منزل الأحلام، العرض الكبير، اشتري عقار، اشتري ذهب. استنى عندك، يحكوا عليك على مدى أكتر من 40 سنة. قال لك إن العقار آمن وبيحافظ على القيمة، وقال لك إن الذهب بيحافظ على القيمة، بينما ما يحافظ على القيمة وينمي مدخراتك هو الإنتاج. ورشة، مزرعة، مشروع صغير يكبر معاك وتموله علشان سنين الغربة والشقة ترجع تلاقي مشروع قائم، تستفيد من تجربة وجودك في أوطان أخرى علشان تعمل حاجة جديدة تقلل الفجوة بين الاستهلاك والتصدير. خدعوك فقالوا الاستثمار العقاري دعبوا خيالك في منزل الأحلام، كومباوند أخضر في وسط الصحراء. ادفع الملايين يا باشا، ادفع 600,000، ادفع 500,000، ونقسط 100,000 كل شهر، 50,000 كل شهر، عشان تفضل في الغربة سنة ورا سنة، سنة ورا سنة، بتشتري مكان انت مش بتقعد فيه. في حين الفلوس دي كان يجب أن تتجه إلى التصنيع وإلى الزراعة وإلى البحث العلمي من أجل تحقيق نهضة حقيقية. الطوب والأسمنت والأسفلت عمره ما بيعمل تنمية، عمره ما بيعمل نهضة. المؤامرة ابتدت مع صندوق النقد الدولي اللي فتح لنا باب القروض، بس اشترط علينا بعد كده، بعد ما ادمنا القروض، اشترط علينا نبيع مصانع الاسمنت ومصانع الحديد والصناعات الاستراتيجية. الاسمنت والحديد جزيرة الاستخدام للطاقة المدعمة، بيشتريها الخواجة ويبيعها لك بالسعر الدولي أو السعر اللي هو العالمي. وبعد كده بدأت الفخ الكبير، فخ العقارات، نهضة الأسمنت، غابات الأسمنت والحديد، ويليها فرشة الأسفلت. بنصنع إيه؟ مفيش. بنزرع إيه؟ مفيش. أصبح كل فلوس البلد وكل مدخرات الشقيانين رايحة للمرفهين والمضاربين، واستنزف الاقتصاد الوطني، وتم وقف أي مشاريع للتنمية الزراعية والصناعية إلا من رحم ربي، وكبلوه بدلا من أن يمولوه ويعطوه تسهيلات عشان يفتح مصنع أو ورشة أو مزرعة. كبلوه وحطوا فلوس المدخرات المصريين الفردية والبنكية إلى التمويل العقاري الذي رفع سعر الفائدة، مما أصبح عوائد الإنتاج أقل. فكل حط فلوسه يا صابر في البنك، أو كل حط فلوسه في العقار على أمل إن هو هيعلى، وأبو مليون هيبقى ب3 مليون وب5 مليون، بس ما فيش حد بيشتري. لازم وقفة. الناس البسيطة اللي عايشة في الريف اتأثرت بإعلانات التمويل العقاري ب4 مليون أو ب6 مليون للشقة، أوضة وصالة أو أوضتين وصالة، in the middle of nowhere. أصبح الشاب دلوقتي مش عارف يجيب شقة يسكن فيها ويتجوز، وحتى رفعت الإيجارات. لما أنت يكون عندك العقار بقى بكم مليون، يبقى لازم العائد بتاعه يتناسب. إذا الإيجارات ارتفعت، هيحصل أزمة كبيرة في مصر إذا لما تتوقف الحكومة، إذا لم يحس أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى بأهمية ما نحن مقبلين عليه والاستنزاف الذي حدث خلال 40 عاما وأكثر في الاقتصاد المصري. يجب أن نقف ونسن التشريع، نرجع للتشريع اللي كانت تشريعات اللي بتمنع بيع الأرض للأجانب وبيع العقار للأجانب، عشان نحافظ على ثروتنا العقارية للأجيال القادمة. بعد كده كلنا هنسكن عند الأجانب يا مجلس الشعب. كلنا عبيد بنشتغل في الخليج أو بنحوش فلوس مئات الآلاف علشان ندفع قسط شقة، بدل من ان انا اوجه الفلوس لتعليم افضل لابنائي، او ان انا اعمل ورشة صغيرة، او ابتكر حاجة معينة شفتها بره تسهل على اهل بلدي، او تقلل الفجوة بين التصدير والاستيراد. اصبح كل مقدرات الدولة وكل مقدرات الوطن يذهب الى المطور العقاري، بل زاحم المطور العقاري الخليجي والاوروبي المصري في السوق المصري أكبر سوق. يجب أن ننهي هذه الفوضى ونسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين
ونوقف أي تمويل عقاري ونرهنه بنسبة المكون المصري اللي موجود في المشاريع العقارية وعدالة الأسعار، ولسنا بحاجة إلى هذه المستعمرات في الصحراء لكي نحافظ على حق الأجيال القادمة. واقتصاد مبني على الطوب والأسمنت والأسفلت لا يحقق تنمية ولا يبني حضارة. ودمتم، قل لي رأيك عزيزي، لسه عايز تشتري دهب؟